فظيع، ماسك جبار، ماسك كله فوائد لبشرتك. بيفتح وبيزيل التجاعيد وبيزيل التسبغات، وكمان بيعمل على نضاره وحيويه البشره. الناس اللي ما بتثقش في الوصفات، انت عارفه ان قدماء المصريين كانت بشرتهم مشدوده بدون تسبغات بدون بقع، وكمان ما كانش فيه ساعتها دكاتره تجميل؟ ما كانش فيه دكاتره تجميل. طب كانوا بيعتمدوا على ايه؟ كانوا بيعتمدوا على الوصفات الطبيعيه لبشرتهم، لشعرهم، لجسمهم، لحتى ريحتهم. طب انا عايزه اقول ايه؟ انا عايزه اديك دلوقتي ماسك الكولاجين لشد وتبييض البشره. فظيع، ماسك جبار، ماسك كله فوائد لبشرتك. بيفتح وبيزيل التجاعيد وبيزيل التسبغات، وكمان بيعمل على نضاره وحيويه البشره. طب ما تقولي يا ستي انت عامله لنا مقدمه طويله ليه كده؟ انا مش بتاعت المقدمات الطويله، انا بتاعت صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، كلتي الموزه الف هنا وشفا على قلبك يا نور عيني، تعيشي وتاكلي يا حبيبتي. هتاخدي القشره بتاعتها، اشطفوها لي، قطعيها مربعات، حطيها على النار مع كوبايه ميه، عليها كمان معلقه دقيق رز. لو مش عارفه الطريقه اكتبي لي يعني ايه معلقه دقيق رز وانا هشرح لك بالتفصيل. عملتي كده خلاص، هتحطيها على نار هاديه لحد ما تغلي شويه وتحسي ان الموز اتسلق معاكي. الموز ده يعتبر بوتوكس طبيعي، يعتبر كولاجين طبيعي خام معاكي في بيتك. تمام. هتعملي ايه تاني؟ هتاخديهم تضربيهم في الخلاط. ضربتي في الخلاط اداكي قوام كريمي، هتعملي ايه؟ هتزودي لي عليهم ميه ورد، وكمان هتضيفي لي عليهم معلقه حليب بودر. ما انا وعدتك ان انا هفتح وازيل التجاعيد كمان. هتستخدمي الماسك ده مرتين في الاسبوع وتحتفظي بيه في التلاجة. وعايزه اقول لك ابشري بجمال بشره، ابشري بشد بشره، مفيش تجاعيد، مفيش خطوط تعبيريه، وكمان مفيش اي شيخوخه لبشرتك. انا بقول لك ماسك الكولاجين الخام. بس يا جميله، خلصت معاكي الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسينيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.